من العجيب في تعاملنا مع المسكنات إن الشعب كله ماشي بمسكنات، بس لما تيجي توصف لحد من الشعب ده مسكنات يتخض ويقول لك لا يا دكتور بلاش مسكنات. أهلا بكم، أنا محمد عبد الرحمن ودي قناة فيما وراء الصيدلة اتعالج صح. لو أول مرة بتابعنا فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس. المسكنات واحدة من أهم وأخطر العائلات الدوائية اللي عندنا، أهم لأنها فعلا بتنقذ حياة ناس كتير. تسكن الألم، تخفض الحرارة، تضاد الالتهاب، حالات صداع، حمى، ألم أسنان، جيوب أنفية، رشح بعد عمليات، تنقذ حد قبل ما يعمل العملية، ألم عظام، عضلات وغيرها. المسكنات بقى خطر لانها للاسف ممكن تضيع حياه ناس. المسكنات المعروفه عندنا هي بنادول، بارامول، سيتال، بروفين، كتافلام، فولتارين، كيتولاك، كيتوبريك، باي بروفينيد، باي كيتوجيزيك، باي الكوفان، كيتوفان، موبيك، موبيتيل. فترة استخدام المسكنات بتسبب مشاكل في المعدة والهضم، قرحة في المعدة أو الأمعاء، نزيف في القناة الهضمية، فشل كلوي، فشل كبدي، سيولة دم زايدة، نزيف في مختلف أجزاء الجسم، أخطرها طبعا نزيف المخ لا قدر الله، الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في مسكنات تانية بقى مشاكلها أخطر، فيها إدمان وفيها مضاعفات أكتر، زي المسكنات الأفيونية، طبعا أهمها الترامادول عم الشباب. من مشاكل المسكنات برضو استخدام نوعين من مسكنات أقوياء تقال في وقت واحد. كبار بيبقى الأزمة عندهم أكبر لأن الكبير في السن دوت ممكن يكون عنده بوادر فشل او عنده مشاكل في الكبد وفي الكلى في الوظائف بتاعتها. ايه الامثله على ده؟ اننا نستخدم مسكن قوي جدا زي البروفين مع مسكن قوي جدا زي الفولتارين، او بروفين وكتافلام، او فولتارين مع كيتولاك، او كيتولاك مع باي بروفينين. من مشاكل المسكنات برضو اضطراب المعده والهضم والقيء الدموي. من اخطر المسكنات عندنا ماده الاستايل سالسيليك الموجوده في الريفو بتركيز كبير، او موجوده في ادويه سيوله زي الاسبرين بروتكت او اسبوسيد او اسبوسيد اطفال. اول خطوره هنا ان الماده دي ممنوع تستخدم كمسكن وخافض حراره للاطفال تحت سن 12 سنه، خصوصا لو مصابين بحاله فيروسيه زي الجدري او الانفلونزا، وده لامكانيه الاصابه بمتلازمه رايس اللي بتسبب تورم في الكبد او في المخ وقد تؤدي للوفاه. طيب الخطيره دي هنا احنا بننبه ان ممكن استخدام اسبوسيد اطفال زي ما هو كعلاج للجلطات وتسهيل الدم، بس ده يكون عن طريق حد متخصص طبيب امراض قلب يكتبه لطفل عنده جلطه او مشكله في القلب، لكن بحرص، وان اهل الطفل ينتبهوا ان خلال الفترة بتاعت استخدام الطفل للعلاج ده لو جاله حرارة، إصابة فيروسية، يوقفوه ويتواصلوا مع الطبيب أو الصيدلي. أكتر المسكنات أمانا عندنا هي مادة الباراسيتامول، موجودة في بارامول وسيتال وأبيمول وأدول، وطبعا البنادول. أشهر حاجة فيهم للأطفال بالنسبة لي هي سيتال، لأن في منه النقط والبوس وشرب، وهو أمان من عمر يوم. وبعد كده بيجي اختيار البروفين لأنه آمن من عمر 3 شهور. بننبه إن مادة الديكلوفيناك ما تستخدمش الا بعد سنه، سواء هنستخدم دولفين لبوس، بيبري ليف لبوس، او للاسف لما بيجي حد يحقن ديكلوفيناك ويقول بقى اكتب نص سنتي او سنتي، مع احترامي للي انت هتقوله وهننفذه، بس يبقى فوق سنه. ازاي نقدر نقلل استخدامنا للمسكنات؟ بعلاج سبب احتياجنا للمسكنات. اولا الناس بتستخدم المسكنات بصوره يوميه بالقرص، ويقول لك انا عاوز الكبسوله الصفراء وقصده كيتوفان، او عاوز القرص اللي نص ابيض ونص اصفر قصده باي الكوفان او بروفينيد او كيتوجيزيك، او يقول لك عايز قرص الفاصوليا الابيض قصده النوفالجين، ده ممكن قديم شويه العواجيز اللي زي حالاتي يعرفوه. غير بقى اكياس فواره زي الكتافاست والبروفين والفليكتور. غالبيه اللي بيستخدموا مسكنات للاسف بيستخدموها للصداع. اسباب الصداع ثابته وسهل التعامل معاها. في صداع بسبب عدم الفطار وتاخير الفطار او تاخير الوجبات او التجويع او الرجيم الخاطئ او الانظمه الغذائيه القاسيه اللي بيعملها ناس مش متخصصين او ناس بتنصح بعضها بيها. ده بيصاحبه انخفاض ضغط دم وانخفاض سكر الدم، وممكن يعمل اغماء ودوخه ورعشه، وطبعا هيفضل الصداع ملازم. هنا بنلاقي الصداع موجود خلال فتره الجوع، واول ما الشخص ده ياكل الصداع بيزيد. الشخص ده خصوصا ان الستات بيعملوا كده، علاجه ان هو يفطر خلال نص ساعه من الصحيان. الغلط كله ان حد يصحى ويقعد 3 4 ساعات من غير فطار. في صداع تاني سببه ضربات الشمس او التعرض للحراره، او انا شغال لحام او بشتغل في قصاد افران او ده سهل بنتجنبه ان احنا بنلبس ابيض، بنلبس خفيف، بنلبس كاب، بنلبس زي واقي شويه من الحراره، وما اتعرضش للشمس مباشره. اشرب سوائل كتير، اعوض بالخضار والفاكهه كميه الفقد من الاملاح والمعادن اللي انا بفقد. في صداع بيكون بسبب الدوشه، طبعا احنا عايشين في بوتقه الدوشه، استخدم سدادات اذن. في صداع بيكون بسبب الجيوب الانفيه. كان لسه في حاله لشاب ابن استاذنا العزيز علينا، هو عارف نفسه كويس حبيبنا، احنا بنهديه الحلقه دي طبعا لان هو مهمل في صحته، عنيد للاسف، اتمنى ان هو يسمعها. صداع الجيوب الانفيه ده وارد جدا لانه بيتكرر مع المواسم، وكمان ممكن بيحصل معاه ارتفاع في درجه الحراره، لان احتقان الجيوب الانفيه بيحبس المخاط جوه، دي بتضغط على الاورده بتاعه الراس فبتعمل لي صداع، وفي نفس الوقت السوائل اللي جوه دي بتبقى وسط كويس جدا ان الميكروبات تنمو فيه فيعمل ارتفاع في درجه الحراره. الحل هنا اني ابتدي من البدايه اتعامل مع الجيوب الانفيه بسرعه، ما اسيبهاش تلتهب، احافظ على الانف دايما نظيفه وسالكه، واستخدم حاجات تقوي مناعتي، العسل، الليمون، البرتقال، الجوافه، كل الحاجات دي، واشرب مشروبات دافيه. في صداع بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم، وده من اخطر انواع الصداع، وانا هنا بحذر من استخدام المسكنات للتعايش مع صداع ارتفاع ضغط الدم. ليه؟ لان حضرتك بتسكن الالم وسايب الضغط يعلى ويعلى، مش معبره. للاسف هنا انت بتتعايش مع الصداع وبتضيعه، ويفضل
ويفضل الضغط يعلى لحد ما يعمل نزيف في المخ، او لا قدر الله انفجار في الاوعيه الدمويه بتاعت الشبكيه او حاجات تهدد الحياه. صح، هنا حضرتك قيس الضغط بانتظام، خد علاجك اللي وصفه لك الدكتور بتاعك، ولو العلاج مش فعال بالدرجه الكافيه ارجع له تاني، غير الدكتور نفسه لحد ما نوصل لعلاج يضيع لك الصداع ويبقى مناسب لحاله الضغط بتاعك، يحصل تحكم، لان برضو ضغط الدم من امراض التحكم مش امراض العلاج. في كمان الصداع النصفي او الشقيقه اللي هو بيجي في نص الوجه وبيبقى مؤلم جدا وبيأثر على المقله بتاعت العين من جوه قوي كده، بيبقى الصداع واصل فيها في العظم من جوه. في عوامل دوت سلوكيه وفي عوامل جسديه، وبرضو بيحتاج مسكنات قويه معروفه، بس اشهر مسكنات مرتبطه بالصداع النصفي هي الاميجران والايميجران. هنا برضو بننصح المريض يلتزم، لانه نوبات الإصابة بتقل خالص طول ما هو بعيد عن سلوكيات غلط، وبتخلي الصداع النصفي بتاعه أقل لأنه بيكون مؤلم جدا زي ما قلنا. في صداع التعرض للمروحة، خصوصا مروحة السقف، لأنها بتبقى شديدة ولو قريبة بتبقى شديدة جدا. وفي صداع التعرض للتكييف، خصوصا الموظفين في المكاتب أو المحلات للأسف اللي بتعلي التكييف بصورة مبالغ فيها. حتى المساجد بيعلوا المراوح ويعلوا التكييفات. أنت ممكن تبقى ملتزم في بيتك بس تنزل تصلي في الجامع يجي لك صداع لحظي بسبب إن المروحة عالية أو التكييف عالي. الحل هنا للناس اللي عارفة نفسها بتصدع من المروحة والتكييف، اتجنبوهم يا جماعة زي حالاتي كده، وامشوا جنب الحيط هتبقوا تمام. الناس اللي بتشتغل بالاساس اتمنى انها تظبط المراوح والتكييفات لانها بيبالغوا فيها جدا بصراحه. في استخدام المسكنات لالام الظهر والعظم والرقبه والعضلات، كل ده برضو ليه اسباب ضايقه. في حد رقبته مثلا بتوجعه لانه بينام على مخدات عاليه، بيحط ايده في وضع غلط وهو نايم، بينام على مروحه او تكييف برضو يعمل مشكله. في حد بيمارس رياضات بقى وجيم وكده، فدايما عنده الشد العضلي موجود كتير وما بيعملش ريكفري بعد التمرين علشان يفك العضلات بتاعته، هو ما عندوش اصلا الثقافه دي، او ممكن الترينر بتاعه مش مفهمه صح. في حد تالت عنده نقص كالسيوم وفيتامين د، دايما عظمه واسنانه بيوجعوه بينبحوا عليه، خصوصا الستات اخواتنا الكبار فوق سن ال40. هنا برضو كل حاله من دول لازم تشوف الالم بتاعها سببه ايه وتتعامل معاه. يعني احنا في حالات نقص الكالسيوم وفيتامين د كل منتجات البان، بيض، اسماك، ولازم تتعرضي للشمس اخر النهار، وده لو مش كفايه لازم يتكتب لك فيتامين د مع كالسيوم او ده منفصل. التعرض للشمس يا جماعه بيرفع المناعه وبينشط فيتامين د. هنا ان المريض يعتمد على مسكن واحد قوي، والافضل يكون الباراسيتامول واحد من 2 مسكنين لو هيعتمد على اكتر من مسكن. الفكره هنا ان الناس بقله وعيها بتفتكر ان العلاج بتاع الصداع ده حاجه، واخد انا بقى معاه خافض للحراره حاجه تانية، فيدشمل نفسه ويدخل نفسه في مشكله هو في غنى عنها. في كل الاحوال لازم المريض يشرب ميه بانتظام، كوبايه او كوبايتين كل ساعه. برضو في ملحوظه هنا عن المسكنات بطريق الحقن، احنا للاسف عندنا تجرؤ على الحقن العضلي والحقن الوريد وكل انواع الحقن احنا بنتجرأ عليها، لدرجه ان الناس بتوصف لبعضها والناس بتحقن لبعضها في الشارع وفي البيوت في كل حته، وده للاسف غلط. هنا في حالات بتدمن المسكنات زي الكتافلام والديكلوفين والكيتولاك، بيستخدموها بصوره شبه يوميه. الحالات دي ممكن شهر 2 3 لا قدر الله فشل كلوي وتغسل كلى. انا اعرف حالات كده وسنهم صغير ومراهقين، فيا ريت يا جماعه نوقف الفوضى دي. في ناس بتعلق محاليل وريد وتحط فيها مسكنات، وبرضه ده خطر. خلي الطبيب هو اللي يقوم بالدور ده، خلي الطبيب يقوم بالدور ده. انا صيدلي داخل على 20 سنه اهو وما بوصفش محلول وريد، مش شغلتي ان انا اوصفه. يجي لي موصوف في روشته واضحه ويتعلق في العياده تحت الاشراف الطبي، مش يتعلق في الشارع زي ما بنشوف ناس ماشيه في الشارع بيه، او يتعلق في البيوت. برضو لو اتعلق في البيت لازم يكون في حد متخصص يراعي الحاله، لان برضو عمليه التنقيط الوريدي دي ما هياش بقى امنه، لا ده الساعتين 3 اللي هيتعلق فيهم المحلول لازم فيهم متابعه. استخدام المسكنات بعد العمليات الجراحيه لازم برضو يكون بروشته الطبيب، واتمنى ان ما حدش بعد عمليه ياخد علاج موصوف من صيدليه. انت على ذمه الطبيب اللي عمل العمليه هو يتابعك، اذا اختفى شوف طبيب تاني غيره، لكن ما تدخلش حد في صيدليه بعد العمليات، لان انت بعد العمليه في فتره نقاهه اي مضاعفات هتحصل فيها مشاكل. اتمنى من زمايلي اللي في الصيدليات وزمايلي منتسب العمل في الصيدليات حاول تقلل طلوع المسكنات على قد ما تقدر. الشخص اللي تلاقيه كل يوم بيكرر منك مسكن معين اتناقش معاه في سبب اعتماده عليه. وبرضه اتمنى اننا في الصيدليات نتعامل بحذر مع وصف المسكنات لمرضى الكبد والكلى، حساسيه الصدر والقلب والحوامل، لان الفئات دي محتاجه حذر، والافضل ان الطبيب هو اللي يوصف للناس دي. يعني انت داخل حد يطلب منك مسكن اساله تاخد علاج مزمن؟ هنطلع الامن اللي هو الباراسيتامول. الطبيب اعمل ريفير للطبيب، لان للاسف الناس بتنسى تقول امراضها او تكسل او ما تاخدش بالها، فنلاقي مريض حساسيه صدر عنده سخونيه وارتفاع حراره ويجي هو عايز ياخد حقنه فولتارين. هو ممكن لو قال لك انا عايز حقنه فولتارين وانت طلعت له حقنه فولتارين ما حدش هياخد باله، لكن قبل ما تطلع حقنه
حقنه الفولتارين لو تساله مين اللي هياخد الحقنه يقول لك انا. طب انت بتاخد علاج مزمن، حسيت صدر مثلا، يقول لك اه، خلاص امتنع، ما تديلوش الحقنه. العلاج مش بالمزاج، العلاج مش ما يطلبه المستمعون يا جماعه. هو بقى لو خد الحقنه من هنا ممكن ياخد الحقنه وما يجرالوش حاجه، بس ممكن ياخد الحقنه ويتدشمل، تجيله نوبه كتمه في الصدر وضيق تنفس، يا عالم بقى هيعمل فيه ايه. فمريض حساسيه صدر محتاج يستخدم مسكن امن اللي هو الباراسيتامول. برضو احنا عندنا مشكله مع الباراسيتامول، ان الناس هو امن وكل حاجه، بس برضو الناس بتتجرأ عليه انها بتستخدمه استخدامات اخرى. حد بقى عايز يصحصح وينشط وما هواش عاوز ياخد الترامادول لانه شايف انه ادمان، فبيدمن الباراسيتامول اللي معاه كافيين، يقول لك ده بيزود النشاط ويفوقني، خصوصا لو بيسوق او كده. استفدنا ايه؟ ما هو برضو انت هتدمنه وهتتعود عليه. في حد تاني يقول لك انا بستخدمه بقى الباراسيتامول مع فينايلفرين او سودوفيدرين، هو ما بيبقاش عارف اسامي الماده، هو بس بيبقى عارف ان ده علاج للرشح ولما بياخده بينام، او علاج للحساسيه ولما بياخده بينام. برضو استفدنا ايه؟ في الحالتين غلط، هيجي لك مشاكل في المعده، وهيجي لك اضطراب نوم، وهيجي مشاكل عصبيه وارق، وندخل بقى في قصص ضغط وقلب وغيره. ما ينفعش. النوم طبيعي، الصحيان طبيعي، او لو عندك مشكله استشير متخصص. طيب هل معنى كلامي ان احنا نبطل ناخد مسكنات خالص؟ ولو طبيب بقى او صيدلي يجي يوصف لي مسكن اقول له لا لا ده بعبع ما تدهونيش؟ طبعا لا. انا هدفي الاساسي من الكلام في الموضوع ده ترشيد الاستهلاك. على الاقل لو مفيش مخاطر في استخدام المسكنات بصوره يوميه انت بتهدر فلوسك. طيب ما حضرتك التزم وبطل تاخد مسكنات وعدل من سلوكياتك، وشوف كنت بتجيب مسكنات بكام في اليوم، ويا سلام بقى تصدق بقيمتها، اعمل عمل خير، هات لاسرتك حاجه قيمه، هات لنفسك حاجه قيمه انت محتاجها. احنا كلنا دلوقتي يعني ماشيين جنب الحيط. فانا رايي تلتين الناس اللي بتستخدم مسكنات تقدر تستغنى عنها، وحالتها باذن الله هتبقى افضل من غير مسكنات. طيب بعد ما عرفنا كل ده، احنا ناخد المسكنات امتى؟ لما يكون في ضروره، ويا ريت بالتواصل مع الطبيب او الصيدلي. طيب ناخد المسكنات ازاي؟ دايما على معده مليانه، مش شرط بعد الاكل على طول، بس ما بقاش انا قاعد 6 7 ساعات من غير اكل واخدها. استخدام المسكنات على معده فاضيه او وقت جوع بيعمل مشاكل كتير للمعده ويعرضنا للقرح، وفي ناس بيجي لها مغص لحظي وحرقان وقيء بسبب انه خد مسكن ومعدته ما كانش فيها اكل. ناخد انهي نوع من المسكنات؟ دايما خليك في الامن. احنا قلنا الامن الباراسيتامول. طول ما انت قادر تبلع استخدم اقراص او شرب. خلي الحقن اخر اختيار ويكون بروشته الطبيب، وله ضروره انك مش قادر تبلع. بالمناسبة برضو بخصوص حكاية الحقن والبلع، أحبابنا كبار السن على راسنا ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، بيستخدموا بقى اللوبوسات المسكنة بصورة مزمنة، اندوميسازين، اندوسيد، فولتارين، ديكلوفين، موبيتيل، ميديكسافلام. انا اعرف حالات ماشيه سنين على الكلام ده، غلط. وطبعا الناس كبيره السن لما بيجي ابنه او بنته واقول له الكلام ده يقول لي ما تحاولش، هو دماغه ناشفه. يا جماعه المسكن لحاله استثنائيه، ما ينفعش نحولها لحاله مزمنه. يعني الفتره يوم 2 اسبوع 2، اكتر من كده غلط. اخر حاجه هنقولها عن المسكنات المتهربه اللي بندلعها ونقول عليها مستورده. يعني احنا عندنا في مصر في بنادول، بس في بنادول متهرب الوان بقى، اصفر واخضر وبنفسجي. في حاجه اسمها السولبادين الفوار. الحاجات دي بره لا قيمه لها، زيها زي اي منتج فيه الماده الفعاله. لكن احنا عندنا في انبهار بالحاجه المتهربه، خصوصا لو جايه من الخليج، بتبقى واخده البركه بتاعت الخليج، فبننبهر بيها اكتر. الحاجات دي ملهاش اي ميزه عن المسكنات اللي موجوده عندنا. للاسف ناس كتير بيضحك عليها وبتدفع فلوس متوهمه ان ده نوع متهرب فهيفرق معاه وهيسكن الالام ويرد المطلقه، ويكتب لي دواء متهرب. انا استفدت ايه؟ هنا في مشكله، هنا الوهم هو السبب. علشان كده ابتدينا حلقتنا الدواء فيه وهم قد. دمتم اصحاء، سلام عليكم.